أهلا بالحبيب، كيف حالك أستاذ أحمد؟ النور نورك حبيبنا. سعيد جدا الحقيقة بتواصلك معي، سعيد جدا الحقيقة بما تقدمونه من خدمات من أجل السياحة في مصر ومن أجل السائح تحديدا. حقيقة سعدت اليوم بخلية نحل تتواجد حولي من أجل إرضائي. والله هذا شيء عظيم، شيء كبير، وأنا أقولها بدون مجاملة. الكثير يتصل علي، الكثير رسائل على الواتساب تنهال علي: أنت أخبارك إيه؟ عامل إيه؟ ناقصك حاجة؟ أنت عاوز؟ والله أنا يعني مبسوط جدا من هذه الاتصالات ومن السؤال ده. فالله يعطيكم العافية. أنتم رائعين وأنتم جميلين وأنتم كما يقال عندنا في السعودية تبيضون الوجه. فأنا أشكركم شكرا جزيلا. أسأل الله أن يرفع قدركم وأسأل الله أن يرفع شأنكم. بس هذا اللي أنا أقدر أقوله. يعني أنا يعني ما أبغى أتكلم زيادة حتى لا أكون إنسان مبالغ أو أكون إنسان أقول شيء ممكن يكون مخالف للواقع. لا والله أنا أقول الحقيقة، الشيء هذا اللي لمسته، الشيء هذا اللي أنا أشعر فيه حاليا. تم تسكيني في وقت سريع جدا، تم التعامل معي، ما في أي تأخير. وجدت الأخوان ينتظروني في الأوتيل: خليك مستريح، نحن نخلص، نحن نعمل. فالله يعطيكم العافية وما قصرتوا، وهذا شيء جميل يبقى لدينا، ونشتاق لكم دائما في إننا نتواصل معكم، ولن نغيركم في اختياراتنا للفنادق أو لأي شيء يتعلق بالسياحة. مستر أحمد، أشكرك شكرا جزيلا، وأشكر كامل الفريق معك. في أمان الله. تمام حبيبي يا مستر احمد، الله يحفظك ويعطيك العافيه، والله ما قصرتوا. تمام ان شاء الله احنا بنرجع مصر الان كل مره ان شاء الله، وبنتواصل معك اول ما نجي ان شاء الله. اي احد من اصحابي ان شاء الله بنوصي عليك ونعطي له رقمك يتواصل معك. انت انسان جدير بالثقه والله، ربنا يحفظك. خلاص تمام.